الشعر المزروع بيعيش، بس مش كل الحالات زي بعض. يعني ايه؟ يعني اطمن، احنا اثناء العملية بناخد الشعر ده من المنطقة المانحة اللي هي اسمها المنطقة الآمنة، ودي منطقة هرمون الصرع DHT ما بيأثرش فيها. وكمان بنضمن لك ان احنا بناخد افضل كواليتي للشعر وبنزرعه بطريقة بروفيشنال، نضمن ان البصيلة دي ما يحصلهاش تساقط. طب ايه العوامل اللي ممكن تأثر على الشعر بعد كده؟ الشعر ده حاجة طبيعية، خلية حية بتتنفس ولازم لها غذاء وفيتامينز. طب انت لو البيهيفير بتاعك مش افضل حاجة، بيحصل لك ثيننج، بتاخد كريمات او بتستخدم كريمات كتير، بتتعرض لستريس كتير في شغلك او حاجة، كل الحاجات دي بتأثر على كواليتي الشعر. عشان كده بننصحك بعد العملية بانك تلتزم بالتعليمات اطول وقت ممكن، تاخد الادوية في ميعادها، كمان ممكن تعمل جلسات تكميلية تساعدك انك تاخد افضل كواليتي زي الاكسوسومز، جلسات النانوفاتس، وجلسات الBRB اللي احنا بنوزعها على اوقات معينة تاخد بيها افضل نتيجة.